كان نفسي قوي اطلع واتكلم واحنا كسبانين الارجنتين وقادرين ان احنا نصعد لدور الثمانية، لكن قدر الله وما شاء فعل. لحد الدقيقة 79 منتخب مصر قادر يكون منتصر بهدفين مقابل لا شيء. حلم ما اعتقدش ان في واحد من 120 مليون كان متخيله، او سيناريو ما اعتقدش ان في واحد من 120 مليون كان متوقعه. 90 دقيقة قاعدين على اعصابنا، الجمهور في البيوت، في الشوارع، حتى في الاستاد في العاصمة الادارية كان كله قاعد على اعصابه، كله مستني المباراة تخلص والمنتخب يصعد ويكون عايش حلم عمرنا ما نكون عشناه ولا تخيلناه في حياتنا قبل كده. انا يمكن لحد الدقيقة 75 لحد ما الهدف الثاني بتاع مصطفى زيكو جه، انا قاعد عمال اتخيل شويه سيناريوهات. هو اللي بيحصل ده بجد؟ هو احنا فعلا ممكن نعدي؟ هو احنا فعلا ممكن نوصل لدور الثمانية؟ هو احنا فعلا ممكن نكسب بطل العالم؟ شويه سيناريوهات يعني كلها جايه مع بعضها متلخبطه، بس مش قادر اقتنع ان حتى لو لحد الدقيقه 90 ممكن تعدي الارجنتين. الارجنتين معاها واحد من اعظم من لعبوا كرة القدم، ليونيل ميسي. ميسي في سن 39 سنة بيشكل 3/4 خطورة منتخب الارجنتين. يعني بصراحة انا مش هتكلم عن ميسي كتير، ميسي معروف، الارجنتين معروفة، الدنيا معروفة. انا جاي اتكلم عن الشهر بتاع كاس العالم، بمناسبة ان خلاص منتخب مصر رسميا ودع بطولة كاس العالم من دور 16 على يد المنتخب الارجنتيني بنتيجة 3-2. كان نفسنا الحلم يطول، لكن خلاص هي وقفت لحد هنا. وبصراحة انا جاي اقول كلمتين اتكلم فيهم كمشجع للمنتخب المصري، كمشجع للكرة المصرية، كمشجع للجهاز الفني واللاعبين وكل اللي كانوا موجودين. انا فخور جدا 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 بمنتخب مصر، لان انا لما بشوف السكريبت القديم بتاع 2018 وبتاع مونديال 90 وبتاع مونديال 34، منتخب مصر كان عايش يعني تمثيل مشرف. بنروح كاس العالم نمثل تمثيل مشرف ونيجي، وده اللي كان حاصل بالفعل. احنا بنروح نمثل تمثيل مشرف، لو جبنا جون زي مجدي عبد الغني بنعيش عليه حاجه و30 سنه. ربنا كرمنا بجونين، صلاح فكت شويه، لكن لما رحنا المونديال ده الشكل مختلف تماما. بداية من الوديات اللي لعبناها قبل كاس العالم لحد ما وقعنا في مجموعة متزنة، لكن قدرنا نعمل ماتش كبير جدا مع بلجيكا، وكنا ند بند ونقدر ان احنا نكسب. عملنا ماتش كبير على نيوزيلندا وقدرنا نفوز بنتيجة 3-1 واداء ممتاز داخل الملعب. عرفنا ان احنا نقف قدام ايران ونعمل ماتش قوي، ايران اللي بتعمل مشاكل مع اي منتخب تاني. رحنا لدور ال 32 ادوار اقصائية، منتخب استراليا اللي فيه لعيبته كلهم تيران، قدرنا نلعب عليهم ونشكل خطوره ونعمل ماتش كبير جدا ونقدر ان احنا نفوز بركلات الترجيح. رحنا نلعب الارجنتين بطل العالم، منتخب الارجنتين بطل العالم، منتخب الارجنتين اللي فيه مجموعه من النجوم ولاعيبه قويه جدا، على راسهم ميسي وماكاليستر، وعندك مارتينيز، وعندك الفاريز، وعندك لوتارو، لعيبه كتير جدا قادره تعمل رعب. ومنتخب واخد كاس عالم، انا بقول لك منتخب واخد كاس عالم. قدرت انت تكون واقف على رجلك، انت مش واقف ند بند هجومي، لكن الكره اللي كنت بتروح بيها قادر انت تخلصها بكل تاكيد. رغم الخساره من المنتخب الارجنتيني، لكن احنا فخورين بالمنتخب المصري. انا فخور بالمنتخب المصري وفخور بالصناعه المصريه وفخور باللي عمله حسام حسن وابراهيم حسن، وان احنا قدرنا نظهر بشكل كويس جدا. انا بكلمك ان منتخب مصر مسجل 8 اهداف في كاس العالم. منتخب مصر مسجل 8 اهداف في كاس العالم، 5 في دور المجموعات و3 في الادوار الاقصائيه، رقم كبير جدا. منتخبات كبيره ما قدرتش انها تسجله. كذلك برضو بالاضافه للاشاده بالكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، انا بشيد الجمهور اللي كان موجود جنب منتخب مصر في امريكا، الجمهور اللي كان بيساند، الجمهور اللي كان واقف، الجمهور اللي كان بيشكل عنصر مهم جدا مع منتخب مصر. بشيد بلاعبين كتير، عايز ابدا من مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي عمل مونديال تاريخي. مصطفى شوبير صد ركله الجزاء النهارده من ليونيل ميسي، قدر ان هو بضربه الجزاء دي يصد ضربتين جزاء في كاس العالم، ميسي ومهدي طريمي، وبضربتين الجزاء دول اتحط وسط اساطير ايكار كاسياس ووسط اساطير كبيره جدا، قدرت تشيل ضربتين جزاء في المونديال وعمل كميه تصديات رهيبه. انا يكفيني شرف ان شفت مصطفى شوبير واخد افضل حارس في دور المجموعات. مصطفى شوبير حارس استثنائي، وما اعتقدش بصراحه ان بعد كاس العالم ده هيكمل في الاهلي، اشوف ان هو هيحترف بكل تاكيد.
رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم الشويه اللي لعبهم بس محمد عبد المنعم مش جاهز. اللعيبه دي كلها قلوب الدفاع عملت مباراه قويه جدا. احمد فتوح وكريم حافظ عملوا مباراه قويه جدا ومباراه عالميه جدا. محمد هاني، شابو هاني، محمد هاني قدم لنا نسخه هاني المونديالي. هاني المونديالي اللي بنشوفه مع الاهلي، ما بالك بقى بهاني المونديالي اللي شفناه مع المنتخب، اللي قدر يحد من خطوره نجوم كبيره جدا وقدر يكون راجل في الملعب على مدار كل مباريات المنتخب في كاس العالم. بتكلم برضو عن خط وسط منتخب مصر اللي تمثل في حمدي فتحي ومهند لاشين ومروان عطيه، اللي عملوا مباراه قويه جدا، اللي قدروا ان هم يكونوا اقوياء في كل مباراه، اللي قدروا ان هم يفوزوا بالتحامات، اللي قدروا ان هم يستحوذوا على خط نص المنتخب المصري، اللي قدروا ان هم يعملوا شغل عالي جدا في كل المباريات اللي لعبناها. إشادة كذلك مصطفى زيكو اللعيب، الاكتشاف لحسام حسن اللي قدر يسجل 4 أهداف في المباريات اللي لعبها. مصطفى زيكو عمل مونديال رائع جدا جدا برضو. كذلك إمام عاشور عمل شوية حلوين جدا في المونديال. تريزيجيه عمل شوية حلوين جدا في المونديال. اللعيبة كلها أنا بشكرها ومبسوط بيها جدا. هيثم حسن الموهبة القوية. أنا بس نفسي في حاجة، نفسي نستكشف 20 هيثم حسن موجودين بره. والله احنا عندنا لعيبه مصريين كتير جدا موجودين بره، بس محدش بيكلمهم، محدش بيقنعهم انهم يمثلوا منتخب مصر. نفسي حد يقعد مع اللعيبه دي ويكلمهم ونشوف اللعيبه دي، عشان نشوف منتخب مصر في 2030 باذن الله نسخه تكون مرعبه وتكون تخوف اي حد. وكلام ايضا على محمد صلاح. انا هقف عند محمد صلاح شويه، لان محمد صلاح انا في كاس العالم ده انا كنت بستمتع بالكوره في رجل محمد صلاح. محمد صلاح بصراحه لاعب تقيل قوي وفي الملعب، لاعب قادر يثبت لك ان هو الحته التقيله اللي عندك، بيقدر يفوز بالالتحامات، بيقدر بلمسه يودي لعيب هو والمرمى، قادر يخلق خطوره وقادر يشكل خطوره كبيره جدا. محمد صلاح فعلا يعني عايز اقول لك ان خبرته في ال10 12 سنه اللي فاتت اتبروزت في المونديال ده. محمد صلاح قدم مونديال كبير جدا. محمد صلاح أسطورة مصر، أسطورة أفريقيا، أسطورة العرب، وأفضل لاعب في تاريخ العرب بكل تأكيد. محمد صلاح قدم مونديال عالمي، وصل ل3 أهداف، وقدر إن هو يكون من الهدافين العرب لبطولة كأس العالم، وقدر يعمل فرص خطيرة على مدار البطولة 16 فرصة. محمد صلاح بصراحة عمل مونديال تاريخي جدا. حمزة عبد الكريم المشروع القادم بإذن الله لمنتخب مصر. أنا فخور باللي عمله منتخب مصر. أنا زعلان يمكن من عمر مرموش شوية، مش ده عمر مرموش اللي نعرفه، كان عنده أحسن من كده، كان عنده أفضل من كده، لكن بكل تأكيد المنتخب المصري قدم نسخة ممتازة. حلم على مدار شهر جد عشناه، حلم على مدار شهر كنا مبسوطين وفرحانين بيه، حلم كنا يعني قادرين يعني نتخيل ان نوصل لبعيد. انا ما اتخيلش ان منتخب مصر يصعد من دور المجموعات ويفوز باول مباراه ليه في تاريخ كاس العالم، ويفوز باول مباراه اقصائيه. عملنا حاله استثنائيه في كاس العالم بكل تاكيد. منتخب مصر شرف المصريين، شرف الكره الافريقيه، شرف الكره العربيه، عمل كل حاجه جميله في كاس العالم. انا مبسوط باللي عمله منتخب مصر جدا رغم الهزيمه رغم التألم. انا على مدار 90 دقيقه قاعد على اعصابي، الواحد قاعد على اعصابه، الواحد قاعد حزين، الواحد قاعد يعني متضايق في اخر الدقايق. واللي حصل ريمونتادا قاسيه، ريمونتادا متعبه جدا، لكن بكل تاكيد المنتخب المصري عمل الحاجه اللي ما كانش حد مصري بيتوقعها. وانا ليا طلب ان نفسي منتخب مصر يبني على ده. انا نفسي منتخب مصر يبني على ده، نفسي منتخب مصر يخش نسخة افريقيا الجاية، نسخة كاس العالم الجاية بعناصر جديدة شابة متميزة موجودة في مصر، او عناصر جديدة حتى بتلعب في الدوريات اللي بره. انت عندك لعيبة كتير خلاص، لعيبة كتير كبرت. عندك مين؟ ياسر ابراهيم كبر، رامي ربيعة كبر، حمدي فتحي كبر، كذلك عندك تريزيجيه كبر. فانت محتاج تدعم في كل الخطوط دي، انت مش هينفع تعتمد على الناس دي. مهند لاشين ايضا كبر، زيكو 29 سنة بظهر لك في اول مونديال. محتاج تدعم باللعيبة اللي موجودة محترفة في اوروبا مش مغمورة ومحدش يعرفها. محتاج تدعم باللاعبين الصغيرين اللي موجودين. محتاج الجيل ده يتربط مع الجيل اللي جاي عشان ما نلاقيش الفجوه اللي تتوجد ويضيع فيها المنتخب لفتره كبيره زي من 2010 لحد التوهان اللي فضلنا فيه لحد 2017 2018. يا رب منتخب مصر يرجع بشكل افضل وشكل اجمل وشكل احسن. يا رب اتحاد الكوره والكره المصريه والمنظومه المصريه تشتغل لصالح المنتخب المصري. يا رب اشوف المنتخب المصري في افضل حال، واقدر اشوف النسخه القادمه من بطوله افريقيا او النسخه القادمه من بطوله كاس العالم بعناصر جديده، بطريقه جديده، بشكل جديد، بشخصيه جديده، بهويه جديده. منتخب مصر اللي عمل مباريات عالميه قبل كده امام البرازيل وكذلك امام ايطاليا وقدر يفوز عليها، بيظهر بشكل ممتاز جدا في مونديال 2026 وبيتعادل مع بلجيكا وبيعمل مباراه قويه جدا مع منتخب الارجنتين. هو فيديو اخير للمنتخب المصري،
لكن بكل تأكيد فخورين بالصناعة المصرية، فخورين بما عمل المنتخب المصري. وحاجة أخيرة بقى في الفيديو يعني قبل ما أختم، أنا أهم لقطة بالنسبة لي اللي بشوفها أهم من كأس العالم شخصيا هو اللقطة بتاع حسام حسن في مباراة استراليا، سواء برفع العلم الفلسطيني او بالتصريحات اللي قالها عن الشعب الفلسطيني، او كذلك لما اتسال مذيعة تركية عن اللقطة دي تتكلم ايضا لمدة 5 دقايق بشكل ايجابي جدا عن اخواتنا في غزة. هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها. كرة القدم لعبة بطولة وبتنتهي، العالم كله بيشاهدها، لكن الحدث ده هو اللي هيفضل مترسخ في دماغ العالم كله. بصراحة لقطة بشوف ان حسام حسن بيها ياخد افضل لقطة في المونديال. حسام حسن شخصية ممتازة جدا. حسام حسن قدر يطلع بشكل ايجابي جدا. انا فخور بحسام حسن لان هو ظهر بشكل انساني، ظهر بشكل بيتمنى الخير لاخواته، ظهر بشكل بيتألم بالشكل بيتألم باخواته. فلسطين في القلب دائما وابدا، فلسطين حرة دائما وابدا. عاشت فلسطين، عاشت غزة، عاش اهل فلسطين، وعاش كل اللي بيدعم القضية الفلسطينية. حسام حسن، منتخب مصر، لعيبة منتخب مصر، الجمهور المصري، شكرا ليكم كلكم على الاداء الممتاز اللي شرفتونا بيه، شكرا ليكم كلكم على كل حاجة حلوة عيشتونا فيها. يا رب نشوف المنتخب المصري بخير، يا رب نشوف المنتخب المصري في افضل حال. ويا ريت تقولوا لي ارائكم في الكومنتات والتعليقات على اداء المنتخب المصري في البطولة، على اداء اللاعبين في البطولة، مين افضل لاعبين عجبتكم، مين وجهة نظركم اللي بتشوفوه يعني اكتشاف البطولة. قولوا لي كل حاجة انتوا نفسكم فيها في الكومنتات، قولوا لي شعوركم بعد ما المباراة انتهت، ويا ريت تدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيا مصر أم الدنيا.